عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. وجيتكم اليوم قصة جديدة وقصة واقعية. وهاد القصة وقعات مع واحد الفنان اللي مشهور بزاف في مصر، اكيد غتكونوا كتعرفوه، سميتو صلاح قابيل. هو كان معروف بزاف في الستينات وفي السبعينات، كان معروف بزاف بأفلام ومسلسلات وأعمال تلفزية، أعمال سينمائية وأعمال مسرحية. صلاح قابيل تزاد في واحد القرية في مصر، كانت قرية صغيرة، ولكن ملي وصل المرحلة الثانوية عائلته وهو تنقلوا للقاهرة وتما كمل القراية ديالو. ومن بعد البكالوريا مشى للجامعة، وفي الأول كان داير جامعة تاع الحقوق، ولكن للأسف هو ما كانش هذا هو الميول ديالو. هو كان من ديما باغي يكون فنان وكان باغي يكمل في هذا الدومين، وبالفعل سمح في القراية ديالو في الحقوق ومشى للمعهد العالي للسينما وللفنون المسرحية والسينمائية، وبالفعل قرا فيها وتخرج منها. وكان بدا الاعمال ديالو، تشهر وبدا كيدير مسرحيات، من بعد منها داز المسلسلات، من بعد منها افلام سينمائيه. المهم هو انه دار بزاف ديال الاعمال واللي تشهر بها بزاف. ومن بين اهم الاعمال ديالو واللي فيها وقع هادشي اللي وقع له هي المسلسل ديال ليالي الحلميه، اللي كان معروف بزاف، اللي كان مثل هو فيه 4 ديال الاجزاء، حتى الجزء الخامس باش كان كيتصور بسبب الوفاه ديالو هما تبدل السيناريو ديال الفيلم. وفي وقت ديال التصوير ديال الفيلم ديال ليالي الحلميه الجزء الخامس، واحد النهار كيف ايام عاديه، صلاح قابيل ناض مع عائلته كيف العاده، فطر، كل واحد مشى يقضي الحاجه ديالو، ولادو اللي مشى يقرا، مراته، هو كان خصو يمشي للمكان ديال التصوير ديال المسلسل. بالفعل خرج من دارو ومشى، ولكن ما طولش بزاف تما وهو يرجع دغيا لدارو. ولكن رجع مريض، رجع راسو كيضرو بزاف وحالته شويه. من بعدها سخف وهزوه وداوه السبيطار عادي، قالوا يمكن ارهاق، يمكن ما عرف شنو، ولكن للاسف انه من داو السبيطار لقاو بلي السكر طلع له والطونسيون طلع له. كلشي كان كيقول في داك الوقت يمكن صلاح قابيل كان مريض بالسكر ومريض بالطونسيون وكان كيخفيها على الجمهور ديالو. ولكن الولد ديالو كيأكد وكيعاود وكيأكد انه الاب ديالو ما كان كيعاني حتى شي حاجه قبل، ما كان لا كيداوي لا على طونسيون ولا على السكر قبل ما توقع له داك الواقعه اللي وقعت داك النهار. ولكن الاب ديالو بشكل مفاجئ طلع ليه السكر، وداك السكر تسبب انه حتى الضغط يطلع له، وكانت ازمه قويه عليه اللي دخلته في الكوما. بقى في الكوما تقريبا 3 ايام، ولكن كانت مكتب انه يموت. صافي بداو في الاجراءات ديال الدفن وكل شيء، وهذا الشيء خدا منهم 38 ساعه بالضبط باش قدروا يوجدوا الورق ديال الدفن وكل شيء، وغسلوه وخداوه من السبيطار يدفنوه في المقابر اللي كان هو شراهم، حيت في مصر كيف كتعرفوا كيشريو واحد البلاصه باش كيدفنوا فيها العائله كامله. وبالفعل هو كان شراها غير قبل ما يموت ب6 شهور. هذيك البلاصه خداو ودفنوه فيها، ولكن في نفس النهار اللي دفنوه فيه هذاك العساس اللي كيكون مقابل المقابر وهو دايز بالصدفه حدا القبر ديال صلاح قابيل، سمع واحد الاصوات غريبه. كيسمع الاصوات وكيقول واش كنسمع هادشي نيشان ولا غير كيتهيأ لي. زاد تمشى شويه وهو يولي يسمع عاود الاصوات، ولكن سمعهم بصوت مجهد. هو ديك الساعه الخوف وبنادم قله الوعي ما فكرش انه ممكن يكون شي واحد كيستنجد، يمكن السيد رحنا عاد دفناه، يقدر يكون ما ماتش، يقدر يكون شي واحد بالخطا بقى معه في القبر. المهم هو انه لانه ما كيف كتعرفوا كيديروا بحال بنايه تحت الارض وكيكون فيها الدروج وكتهبط وكتحط غير الاجسام ديال الموتى مكفنين، كتحطهم حدا بعضياتهم، ولكن كيكونوا في بيت ما كيكونش مسدود عليهم بالتراب بحال حنا في الشكل ديال المغرب كتكون غير الحفره وكنخويو عليها التراب ديريكت. لا، هما كيكون عندهم بنايه ولا حفره كبيره تحت الارض وكيتحطوا فيها، وعندهم دروج باش كتطلع الباب الفوقاني اللي منه كيتسد عليهم.
هذاك العامل اللي كان تما العساس ديال المقابر ما طاحش في بالو حتى شي حاجه زوينه، طاح في بالو غير يمكن شي شبح هذا، وخاف وهرب ومشى وما قال حتى شي واحد على داك الشيء اللي سمع. ولكن للاسف هذاك الصوت اللي كان كيتسمع ما كانش ديال الاشباح. نرجعوا قبل ملي كان صلاح قابيل في المستشفى، كان خطأ في التشخيص ديال الحاله ديالو، وبلاص ما يخليوه مازال في الكوما هما بان ليهم باللي مات وباللي صافي خصو يتدفن. كان خطأ من عند الاطباء اللي تسبب في انه صلاح قابيل يتدفن وهو حي. ومن بعد ما تحط في القبر ديالو، من بعدها بشي ساعات كيف ما سمعنا كما حكيت لكم باللي العساس ديال القبور سمع داك الاصوات، تما صلاح قابيل كان فاق من الغيبوبه ديالو ولقى راسو في واحد الموقف اللي حتى واحد ما يتمنى يكون فيه. لقى راسو تحت الارض ومدفون والريحه ديال الموت دايره به. صلاح قابيل ما فقدش الامل وبدا كيغوت وكيدير جهده باش انه ينوض من ديك البلاصه اللي كان فيها ويطلع يحاول انه يخرج راسو. وبالفعل قدر انه يوصل للدروج وطلع مع الدروج. وما ننساوش انه كان 3 ايام في غيبوبه، يعني شخص ما واكلش وكان مريض وعيان ويفيق من الغيبوبه في واحد البلاصه اللي كلها ظلام وكتحس راسك الموت دايره بك. اللي بان حداه هو انه يحاول يلقى مخرج. طلع مع دوك الدروج ووصل حتى لحدا الباب وبدا حفر واحد الحفره اللي كانت غير صغيره. ولكن للاسف من بعدها بشي ساعات وهو كيحاول ينقذ راسو توفى، وهاد المره كانت الوفاه ديالو بالفعل. وشاءت الاقدار انه العائله ديالو تعرف هادشي اللي طرا معاه. توفى واحد السيد من العائله ديالو من بعد منه غير بنهار، وكان خصهم يجيو يدفنوه. بمجرد ما فتحوا القبر باش يدفنوا الشخص اللي مات، داكشي اللي شافوه حداهم ما عمرهم ينساو. ملي فتحوا القبر شافوا صلاح قابيل عند الدروج. عرفوا باللي صلاح قابيل ما كانش ميت قبل ملي دفنوه، لانهم ما خلاوه لتحت، لقاوه الفوق ويدو محطوطه على الفوق على الباب اللي ممكن يخرج منه. مات وهو مازال كيحاول يحفر او لا يحاول انه يخرج راسو. كلشي تصدم من داكشي اللي شافوه، عائلته ما قدروش يتقبلوا داكشي، والابن ديالو هو اللي حكى هادشي من بعد في واحد البرنامج باش يوضح باللي الاب ديالو ما كان لا مريض ولا حتى شي حاجه، ما كان لا يعاني لا من سكر ولا من الضغط، ولكن شاءت الاقدار انه يموت بهم لانه جاوا بطريقه مفاجئه وجاوا في دقه واحده. وهذا هو المكتب ديالو، كان مكتب انه يموت بهذه الطريقه. ولكن انا اللي بقى فيا هو اني من بعد ما سمعت هذه القصه هذه كيفاش انه الروح عزيزه عند ربي، وهو مازال كيحاول في اخر لحظه من حياته مات وهو مازال كيحاول ينقذ راسو ويخرج من داك القبور. هذه هي القصه ديالنا ديال اليوم ديال صلاح قابيل، اللي ما عرفتش واش سبق لكم سمعتوها ولا لا. هذه هي القصه ديالو وطريقه الوفاه ديالو. الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين. شكرا بزاف على المتابعه ديالكم، كنتمنى ان شاء الله يكون عجبكم حتى هذا الفيديو، وإلا عجبكم ما تنسوناش باللايك ودعم وكومنتير. وشكرا بزاف على الدعم ديالكم، تهلاو ليا في راسكم. وما تنساوش ديما اللي بغى يخلي لنا شي قصه ديالو حقيقيه وقعت معاه ولا وقعت مع شي حد كيعرفو، كيف قلت لكم قصص المتابعين ديال اي حاجه بغيتو تحكيوها، قصص مع الجن، قصص عائليه، قصص مشاكل وداكشي ودراما وهذا، واللي محتاج حل كيقلب على حل وبغى ناس تعطيهم الاراء ديالو، قضايا غادي انا نقلب عليهم. وشكرا بزاف لكم. غادي تلقاو كل شيء في صندوق الوصف. اللي بغى يخلينا القصه ديالو فغادي تلقاو كل شيء في صندوق الوصف. غتلقاو الحسابات ديالي في مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، واتساب، فيسبوك، انستغرام وتيك توك. وغتلقاو حتى الايميل اللي بغى يتواصل معايا بالايميل. فمرحبا بكم كاملين. شكرا بزاف على الدعم ديالكم. تلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. تهلاو ليا في راسكم. باي باي.